قبل ما تدخل على أي عميل جرب تعمل حاجة هتفرق معاك في البيعة كلها. تخيل إن الزيارة نجحت. زمان كنت أول ما أوصل عند العميل أبقى متوتر وأفضل أفكر يا ترى هيوافق ولا هيرفض، ولأن دماغي كانت شايفة الرفض جسمي كان بيتصرف على إني خسران، صوتي كان بيبقى مهزوز وكلامي كان بيبقى مرتبك. لحد ما واحد من مديريني علمني حاجة بسيطة، قال لي قبل ما تنزل للعميل غمض عينك دقيقة وتخيل إن الزيارة ماشية كويس، مش إن العميل اشترى، لا، تخيل إنك داخل بتسلم، بتتكلم بهدوء، بتسأل أسئلة مظبوطة وبتسكت وبتسمع والعميل متفاعل معاك. ولما عملت كده فعلا اتفاجئت إن دخلت أهدى بكتير وبقيت مركز في الحوار مش في الخوف. وساعتها عرفت إن دماغك ما بتفرقش قوي بين اللي بتتخيله وبين اللي بيحصل بجد. عشان كده خليها تشوف النجاح قبل ما تنزل. الخلاصة، لو عايز جسمك يبقى هادي لازم دماغك تشوف إنك هادي الأول. قول لي بقى، عمرك جربت تتخيل الزيارة قبل ما تنزل للعميل ولا أول مرة تسمع الفكرة دي؟